طبعا بالبداية كانت عندنا بزونة مربينها، بس هاي البزونة وحشية. ساعة ب3 بالليل تقريبا قاعد هنا انا اقلب بالجهاز مالتي، فجأة هي صارت فوق الشربة، انا مندمج بالتليفون اقلب، باوعت عليها نفخت بوجهي. بس من نفخت خذتنا غيبوبة 5 ثواني الى 6 ثواني. شلون الصدمة؟ اكيد كلكم شفتوا وسمعتوا قصة هذا الشاب اللي اسمه حسين جاسم بسبب بزونة تلفت اعصابه. احنا المفروض هذا يكون درس انه ونتعلم من عنده وما نطبب هاي الحيوانات الغير اليفة لبيوتنا حفاظا وسلامة على اولادنا وعلى بناتنا، لان انا شايف واعرف هواية ناس يربون هاي الحيوانات الغير اليفة مثل الاسد والنمر وعتوي وما اعرف شنو، يجيبون يطببون لبيوتهم. انت ما تخاف على اولادك؟ هاك اصبح ضحية هذه الحيوانات هذا الشاب اللي بعمر الورد انتلفت اعصابه وبعد ما له اي علاج وما يعرف شنو وين العلاج. واتمنى هاي الرسالة توصل للجميع. على كل الكلام كثير، اللهم بحق علي الكربلاء ان يشافي ويعافي هذا الشاب اللي اسمه حسين جاسم، وبحق شريفة بنت الامام الحسن صلوات الله وسلامه عليها ان نشافيك وتعافيك. وإنا لله وإنا إليه راجعون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.